بيبكي لوحده ده، قاعد لوحده كده يبكي، ده هذا فعل الشوق. الشوق هو اللي يعمل كده، والمحبة هي اللي تعمل كده. ولذلك سئل فضيل بن عياض أو سفيان بن عيينة، سفيان أو الفضيل، أنا يعني شاكك فيها، لكن واحد من الاثنين أكيد، وأنا أرجح كأنه الفضيل يعني. قال سائله: لما يبكي المرء؟ قال: إذا قرح القلب ندت له العينان. على طول العين تفضح صاحبها، العين تفضح صاحبها، على طول يتكشف، على طول تبص في عينه تعرف، لأنها جاسوس القلب وطليعته. أي ملك من الملوك يبقى له جاسوس القلب العين، تكشف على طول. فإذا قرح القلب كان مقرحا مجروحا، العين تترجم على طول ما يكون في القلب عن طريق البكاء. فعشان كده يعني أنا فهمت أيضا إن آخر حديث في البخاري يكون هذا الحديث، عشان يقول لك ده المختصر المفيد، ده الحبين بقى. الحب الأولاني أن تفعل ما افترضه الله عليك، الحب الثاني آخر حديث اللي هيوصلك بقى إلى درجة إيه؟ القرب. البخاري رحمة الله عليه رتب أبواب كتبه بطريقة رائعة، يمكن يظهر هذا الترتيب معانا في كتاب العلم. ما بيبوبش أي كلام، لا، تبويب يخدم التبويب الذي بعده، والتبويب ده يخدم اللي بعده، وهكذا وانت ماشي، كأنها ايه يعني سلسلة آخذة ايه بعضها برقاب بعض. ده النظرة العامة على كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه.